السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم واخباركم ايه؟ النهارده هنعمل فطير ما شاء الله. الفطير مشلتت برضه، بس المرة دي مش بالدقيق خالص. طريقة سهلة وبسيطة. انا كل اللي انا بادئه بيه دلوقتي نسمي بسم الله ونقول ما شاء الله. انا هوريكم جمال الفطير ازاي. بص مورج ازاي. انت تتفرجي وخلي عينيكي تتفرج. الفطير ده عملته من غير نشابة ولا دقيق ولا فردت خالص ولا عملت اي حاجة من كل ده. كل اللي انا عملته ريحت العجينة وهوريك الطريقة ازاي. بص مورج ازاي. بصي ورقة ورقة ما شاء الله عليه. وطعمه كان تحفة. طري. مجرمش من بره. بص مورج ازاي. بقفله واحدة واحدة. الله اكبر. عدي معايا كده. بصي انا عاملاهم 22 قطعة. تلاقيهم بالظبط 22 قطعة. بص الواحدة ما شاء الله عليها. الله اكبر. نسمي بسم الله ونقول ونبدأ. بس انا بدأ لكم طريقة سهلة عشان بس تصدقوا ان انا مش مستعملة لا نشابة ولا اي فرد. كل اللي انا عملته هي صينية سلة زي كده، وقطعة من العجين. بس استعملت نقطة زيت بس بحط على الصينية، وسمنة اي نوع موجود عندك، كريستال، جنة، جود، اي نوع استعملته. وده سمن مش زبدة علشان نقول انه ورق معايا وفرد معايا. وكانت العجينة بص معايا مطاطية ازاي. الله اكبر ما شاء الله. بكل سهولة بتتفرد معاكي. السر ايه اللي انا عملته، ايه اللي خلى العجينة تشتغل معايا بالشكل ده؟ استنيني لاخر الفيديو ما تسيبوهوش لما تعرفي ازاي العجينة بتتفرد معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي حاجة الله اكبر. بكل سهولة بكل بساطة عملت احلى فطيرة. اللي انا عملته ده كيلو دقيق واحد بس. كلكم طلبتوا مني ان انا عايزين مقدار صغير بحيث ان انا اقدر اعمله في البيت بكل سهولة. ده كيلو دقيق انا عجنته وقطعته قطع صغيرة زي ما شايفينها كده. ده عمال 22 قطعة، وسبتهم حوالي ساعة او ساعة الا ربع مريحين. اهم حاجة ان انت تريحي العجينة علشان تشتغل معاكي زي اللبانة كده. بجد بجد فعلا كانت بتفرد معايا بكل سهولة. كل اللي انا كنت بعمله بطراطيف صوابعي، مش بدوس عليها كأنك بتمشي على حاجة كده على وش المية. كان بيتفرد بسهولة خالص. بصي انا خلصتهم بحطهم واحدة فوق واحدة، وبعد ما بخلصهم بحاول ان انا اقفلهم عشان الهواء بتاع الفطيرة ما يطلعش بره وتفرد معايا من جوه. بتبقى مورجة وبتتنفخ في الفرن اهو. بصي ولو حبيتي تشدي هتشدي معاكي. انت بتفردي على اقصى مساحة عندك، عشان كده انا عاملة صينية كبيرة بحيث ان انا اخد راحتي في الفرد. بصوا اهو واحدة 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 برضو. والسمنة هي وسمنة قليلة جدا. خدت حوالي ربع كيلو سمنة وكيلو دقيق. عملت منه فطيرة كبيرة تكفيكي انت واسرتك اهو. لو انت ما عندكش خبرة ما تعرفيش هتعملي احلى فطير مشلتت بالطريقة دي اهو. طبقات كل انت بتعمليها بتحطها طبقة فوق طبقة. وبتحاولي بس لو في حاجة اتنت منك كنت بتحطي بتفرديها بطراطيف صوابعك بس عشان تبقى معاكي مفرودة حلو اهو. بصي بتتفرد ازاي ما شاء الله. صلوا على حبيب المصطفى. وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان اوريكم طريقه العجن وطريقه التقطيع اللي وصلتني للنتيجه الحلوه دي. واحلى فطير. الفطير المشلتت بطريقه سهله وبسيطه خالص. لو انت ما تعرفيش ابدا تفردي ولا تستعملي النشابه ولا العود اهو. طراطيف صوابعك بتشديها. بصي طالعه زي ورقه السجاره زي ما احنا بنقول. عندنا احنا بنقول عليه فطير نايلون. فطير نايلون عامل زي النايلون بالظبط. وزي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو كل انا بعمل بقفل الاطراف من جوه بتنيها عشان تكفيلي الهواء على الصينيه وتتنفخ معاكي اول ما بتخش الفرن. واسيبها تريح دقيقتين وافردها بباقي الصينيه. نسمي بسم الله ونقول عملنا ايه. كل اللي احنا عملناه كيلو دقيق طبعا وملح. حطيت معلقه واحده ملح و3 معالق سكر. المعلقه 2 3 ماشي. وكمان معلقه ملح وميه. بس ادي العجين وبدوبهم كده وبنزل على العجينه. بصي بقى وانتي بتعجني حاولي ان انتي تخلي العجينه طريه شويه وفي نفس الوقت دوسي فيها حلو علشان تعملي لها عرج. طول ما انتي بتعملي لها عرج انتي دعكتيها حلوه وعجنتها كويس هتريحيها تاني حوالي نص ساعه. في الحاله دي هتفضل معاكي العجينه وتشتغل زي ما شفتها معايا في بدايه الفيديو. يبقى انت كده كل اللي انت هتعمليه تدعكي في العجينه عشان تخلص ايدك نقطه زيت بس على العجينه. هتبقى ايديكي زي الفل ومتلاقيش اي عجين ابدا في ايديك. اهو دعكي كمان انا طبعا كنت بفصل الكاميرا وكنت شغاله اهو. بصوا ايديا ما فيهاش اي حاجه كده. العجينه معناها ان اتخدمت كويس كده يعمل لك فطير مشلتت بعرج كويس جدا تشتغل معاكي مش هتقطع معاكي. وهسيبها تريح. سيبتها تريح حوالي نص ساعه تمام. وبعد كده بدات اقطع فيها. بعد ما بتقطعيها او نقطة زيت كده في الصاج دوه
وحبيت ان انا اقطعها. الكيلو ده قطعته بالظبط 22 واحده، انت وراحتك. بس هو انت كل ما بتقطعيها وسط صغير كده زي ما انت شايفه، او صينيه كبيره هتتفرد معاكي تديكي صينيه. هو انت ممكن تعمليها على جورسين، نقول عليها جورس مشلتت، بس انا ما حبيتش كده. ليه؟ هيبقى خفيف ومن جوه ما فيهوش لحم. اللي عارف ياكل فطير مشلتت يحب ان الفطيره فيها لحم، بحيث ان هي تاكلي صح وتحس بقلب الفطيره من جوه. فانا عملتها في صينيه واحده بحيث ان هي تبقى حجمها كبير وفي نفس الوقت فيها قلب وتكفي يعني اسره حلوه الحمد لله. بصوا انا كل اللي انا بعمله بقطع من نفس الزيت وبلفها بيدك. لو انت مش بتعرفي سهله جدا، يعني ما تقوليش ان انا مش بعرف، لا تبصي بعينيكي وانت تعرفي تعمليها بكل سهوله. انا مسهلاها عليك اهو. بص العجينه مطاطيه حلوه معايا ازاي. ريح طبعا النور قطع، فالعجينه دي قعدت حوالي ساعه. يعني المفروض تخليها نص، تخليها تلت ساعه، بس مش مشكله. لما قعدت ساعه ادتني نتيجه احلى. يبقى انت كل ما تزودي بس ما تزوديش عن كده عشان ما تسحش منك. تمام. هتغطيها وتركنيها وتسيبيها وتبدأ تشتغلي فيها زي ما انا اشتغلت فيها في اول الفيديو، وتحطيها على بعض. واحلى فطير وبالهنا والشفا. اتمنى يكون الفيديو ان شاء الله عجبكم، والطريقة سهلة وبسيطة خالص. اللي ما بيعرفش يعمل فطير ونفسي ياكل فطير مشلتت بالطريقة السهلة دي، ولايك للقناة للفيديو بقى، وكمان اشتراك في القناة عشان ترفع معايا الفيديو. بصوا انا قطعتها. الزيت طبعا اللي كان محطوط في الصينية انا بحط ايدي عليه على العجين كله، وغطيتها عشان ما يشجكش وشه، علشان وشه ما يشجكش ويتشنج. بص هو ربى فقاقيع لانه لما تساب مدة طويلة حلوة ريح. بص الله اكبر لما دخلت الفرن ما شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى، نقوله كمان مرة ما شاء الله، وصلوا على الحبيب. وما تنسوش الاشتراك معايا في القناة علشان في حاجات حلوة كتير هتنفعكم وهتبقى موجودة معاكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وسهل خالص وبسيط. بكيلو دقيق عملت الصينيه اللي قدامك دي، وشوفي منفوخه ازاي، معناها مورجه ازاي، معناها ان هي ما شاء الله. طبعا انا عملت دي بس كيلو دقيق ليكوا تصوير، لكن انا كنت عامله اكتر من فطيره تاني بنفس الطريقه. بصوا نفس النتيجه، من فوق مجرمشه